عارفين أنا أكتر حاجة استغربتها السلام اليمني، بيسلموا بطريقة غير اللي إحنا بنسلم بيها. بس النهارده هارون صاحبي عزمنا ورحنا نجرب مطعم الكوثر في فيصل عشان نجرب الأكل اليمني. جربنا سمك ديرك واللخم والعشار وأكل تاني غريب جدا كنا أول مرة نجربه، فإحنا النهارده هنقيمه لكم ونقول لكم إيه رأينا فيه. وهنا هيجي في بالك إيه هو سمك ديرك؟ أقول لك أنا كمان معرفش لأن أنا أول مرة أجرب الأكل ده، بس تعال نسأل جوجل. ما هو سمك ديرك؟ سمك ديرك ده اسمه سمك الكنعد، وده نوع من أنواع التونة. في مناطق بيسموه دراك وديرك ودايرك وحاجات غريبة كده. أول حاجة سمك ديرك، سمك ديرك ده كان سمك مقلي مفهوش أي شوك خالص. أنا استغربت جدا إن هو في حاجة كده، بس بصراحة كان جميل جدا. وكان يعني ما تحسلوش ليه طعم قوي، يعني مش بلطي، مش يعني لا، ليه طعم مختلف. وعمر دلوقتي هيقول لكم رأيه فيه ايه. اول حاجه هقول رايي فيها في الاكل اليمني اللي هو الصوصات. كان الاشار اللي هو ميه ليمون مخلل، عاملينها كده يعتبر زي الصوص. طعمها حلو جدا مع الرز، يعني كان مزز شويتين كده فبيدي طعم حلو يعني. وبعدها بقى شويه صوص كده طحينه، مش عارف ده مش شبه الطحينه قوي يعني، بس هو يعني ايه لونه شكل الطحينه. بس طعمه مش طحينة خالص. وصوص حراق كده حلو برضو، كان برضو مع السمك والرز كان مدي طعم جميل. بعدها بقى نخش بقى على الصيادية. الصراحة الرز كان عظيم جدا. اللي هو مفلفل وحلو جدا، وطبعا عندهم شوية بهارات بيحطوها بتدي طعم تحفة. بصراحة كان مستوي كويس قوي يعني. والرز أنا لا عجبني قوي يعني. وبعدها بقى السمك اللي هو ديرك. مش عارف يعني ده سمك بدون شوك، ده حاسه قرش، انا مش عارف ايه نوع السمكة دي. بس صراحة طعمها كان جميل جدا. كانت لا يعني فعلا السمكية كده تحس انك انت اكلت حاجة نظيفة. بعديها كان حاجة نزل لنا حاجة اسمها لخم دي زي صوابع كده. افتكرتها جمبري في الأول، بس هو قال لي لا، ده مش جمبري. كان جواها لحمة، للأسف هي كانت لسه طالعة من النار فكانت طرية جدا تحسها عجينة. ولكن أول ما بردت كده حسيت بطعم اللحمة اللي جواها. دلوقتي كان نزل مع السمك صوص عشار. صوص عشار دوت عبارة عن صوص طعمه غريب بصراحة، يعني أنا للأمانة استغربته، كنت أول مرة أدوقه، بس كان حلو. يعني أنا بصراحة التجربة عجبتني. بالنسبة للرز كان رز الصيادية عادي، بس هو كان معمول مش بالرز اللي هو بتاعنا العادي، لأ، كان رز طويل، وكان الرز تحسه كتير كده، ويعني طعمه مختلف. يعني عارف لما تاكل رز تحسه بيتفرد في بقك وانت بتاكل. دي كانت تجربة جميلة جدا. وكمان اللي عجبني أكتر وأكتر إن إحنا أكلنا بإيدينا، فدي كانت تجربة، لأ كان يعني حاجة كنا أول مرة نجربها. بالنسبة للخم، اللخم ما عجبنيش بصراحة، عشان خاطر يعني هو يعني ما حبيتوش. لأ، ما عارف في أكل كده بتاكله ما تحبوش، تمام. بس بقية الأكل بصراحة عجبني. عمر اللخم عجبه، وما تنسوش إن السمك صحاب مش توابل.